مستر هانغ جونغ، مسؤول المكتب الآسيوي في الكونغرس الأمريكي، نرحب بك في قناة الفيحاء العراقية. هذا اليوم عندنا أسئلة نحب نوجهها إلى حضرتك. شنو هي المساعدات اللي تقدر الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها للحكومة العراقية؟ Thank you. I think the American need to continue. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الأمن في العراق بما يتضمن الأسلحة الضرورية والمعدات بما فيها التدريب. إن إعادة بناء العراق شيء مهم جدا، ويمكن أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل الجيش، كذلك المساندة الإنسانية، وتدعم إعادة بناء العراق. والأهم من هذا أن أمريكا تحتاج إلى إتمام عملية السلام بين إسرائيل والبلدان العربية لتظهر دعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط. مستر هانغ، إذا نتكلم عن الاتفاقية الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر إلى هذه العلاقة الاقتصادية في عام 2011؟ وهل هناك شركات أمريكية ستدخل العراق للإعمار والبناء وأيضا إعادة البنية التحتية للعراق؟ Okay, I hope, حسنا، أنا أتأمل من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم للحكومة العراقية المساعدة في إعمار العراق، ويجب أن نجد طريقة متقدمة لتصدير النفط، وضرورة إيجاد شريك مع دول العالم مما يساعد في إعادة بناء العراق من تجارة النفط، وهذا يساعد في تقدم العراق بخطوات أكبر، وهذا يتطلب الكثير من الثقة وكذلك المجهود. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على دعم الحكومة العراقية بتحقيق هذا الهدف. ما هي أمنيات الأمريكيين وأيضا الحكومة الأمريكية، وماذا تحب أنت كمواطن أمريكي أن تشاهد بالعراق الجديد، عراق 2011؟ I think the first. أعتقد أولا أن إعادة بناء العراق بأكمله هو شيء صعب جدا، وأن الديمقراطية هي شيء يجب محاولة الحصول عليه، وتحقيق هذا يتطلب الكثير من الوقت. وأنا أقترح بداية استثمار التعليم في الجيل الجديد وكيفية إعادة عظمة العراق، كذلك بناء مستقبل متطور حيث أن العراق يمكن إعادة إعماره، لكنه يتطلب الكثير من التعب والإرادة مع كل الفئات العراقية، كذلك الديمقراطية، ويتطلب الانخراط مع كل الفئات بغض النظر عن عددها. ودور الحكومة هنا هام جدا، فالصينيون تعلموا في 5000 سنة الماضية إدارة الحكومة والعلاقات الإنسانية في الحكومة، وهكذا نحصل على مخطط قصير وطويل الأمد، ويتطلب إدارة عظيمة. أتأمل أن يكون الرئيس الجديد للحكومة العراقية قادرا على إعادة العراق للعراقيين وضم العراقيين مع بعضهم. مستر مات، موظف في الحكومة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن، أهلا وسهلا بك هنا في الفيحاء. مستر مات، كيف تنظر إلى الديمقراطية داخل العراق، وكيف تنظر إلى تشكيل الحكومة العراقية بعد مخاض عسير؟ Thank you for asking me here today. شكرا لهذا اللقاء اليوم. إن الديمقراطية الجديدة في العراق لربما غير شاملة بما فيه الكفاية، ونعتقد في أمريكا أن الشمولية تخلق القوة والتماسك للدولة، فعندما يشمل كل أعضاء المجتمع ستكون الحكومة أقوى. وأملي بالعام الجديد أن تشمل الحكومة العراقية كل أعضاء المجتمع من الفئات الفقيرة والجيل الجديد في العراق، والأشخاص من عمر 43، حيث يكونوا أقدر على صياغة القرار وإعادة تاريخ العراق والعادات والتقاليد، ويكونوا أصحاب فكر وتصور أفضل مما يساعد بنهضة العراق. مستر مات، إذا نتكلم عن التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية، كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة الشعب العراقي وأيضا الحكومة العراقية للنهوض باقتصاد قوي وأيضا بناء البنية التحتية العراقية؟ لقد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات في العراق،
وتم صرف الجزء الأكبر على الشعب العراقي للمساعدة في بناء مجتمع أفضل، وجيد من الشعب الأمريكي أن يقبل صرف الكثير على أطراف العالم، وهذا يحتاج من الشعب العراقي التعاون لإعادة بناء العراق. نحن ندعم الشعب العراقي ونقدم التدريب اللازم، لكن هذا يتطلب إصرار المجتمع نفسه على عملية الإعمار، وليست الأموال ولا الحكومة بل الشعب هو الوحيد القادر على إحداث التغيير وتحقيق ما يسعون للحصول عليه. ما هي أمنياتك للعراقيين في عام 2011؟ My hope for the Iraqi people. أمنياتي للشعب العراقي في العام الجديد هي نفس أمنياتي لبلدي وكل العالم بالحياة السعيدة. هيثم، رئيس منظمة الشباب العراقي الأمريكي، كل عام وانت بخير، وإن شاء الله سنة حلوة عليك وعلى كل العراقيين والشباب المتواجد هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أي مكان في العالم، وأيضا شبابنا العزيز علينا داخل العراق. هيثم، إذا نتكلم عن أمنياتك في سنة 2011، شنو أمنياتك؟ أولا أمنياتنا للحكومة العراقية بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، ونتمنى لهم مواصلة عملهم والاهتمام بالشعب العراقي أولا وآخرا، الاهتمام به فيما يرضي الله أولا وما يرضيهم ثانيا. هيثم، كرئيس منظمة شباب عراقي أمريكي، نددتم في أكثر من الندوات والمؤتمرات وحتى هنا داخل قبة الكونغرس بتهميش الشباب العراقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من قبل الحكومة العراقية. شنو أمنياتك للشعب العراقي وشنو أمنياتك من الحكومة العراقية لدعم الشباب المهجر خارج العراق؟ في البداية أولا نقول رغم التبريكات والتهاني التي قدمناها إلى الحكومة العراقية، ولكن ألم وحسرة في قلوبنا عندما سمعنا خطبة رئيس الوزراء وخطبة الرئيس العراقي ولن يذكرون بها الشاب العراقي ولا كأن له دور في العراق والسياسة العراقية الحديثة. ما نأمله ونتمناه من الحكومة العراقية ومن رئيس الوزراء وهو قريبا على المهجرين بأن يشملنا بعطفه وحنانه وأبويته ويلتفت إلينا بنظرة الكفاءات الموجودة في المهجر، وأن يؤسس لنا طريق للعودة إلى العراق، لأننا كلنا أمل بالعودة إلى وطننا العراقي. هيثم، أريد أعرف شنو أبرز الأحداث اللي مرت في عام 2010؟ أبرز الأحداث اللي مرت في عام 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية قصدك؟ في العراق وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. أول أهم حدث في العراق اللي هو الانتخابات في عام 2010، وكانت نتائج الانتخابات جيدة جدا، وأثبت الشعب العراقي ديمقراطيته الحديثة التي شهد بها العالم أجمع. في الولايات المتحدة الأمريكية شنو أهم حدث مر في 2010؟ في الولايات المتحدة الأمريكية أحداث كثيرة يوم بعد يوم، ولكن الاقتصاد الأزمة الاقتصادية اللي مرت بها حاليا أمريكا واللي جاي تعاني من عندها مع كل الأسف، واللي دا يحاولون هسه يخرجون منها بأسرع الطرق وأسهلها. هيثم، شنو اللي تتوقعه راح يحدث حدث مهم في عام 2011 للعراقيين أو للعراق؟ لا أقدر أنا أتأمل، ولكن أقول أتمنى أن يكون العراق القادم عراق المستقبل، عراق فيه أمل وأمنيات. وقرأت مقالة يوم بالأمس بصراحة تشير إلى أنه العراق سيكون الدولة الأولى المصدرة من النفط